هقول لحضرتك على حاجه، انا يعني عشان اكون صادق، انا المعلومه جات لي قبل الهوا بس ما لحقتش اتاكد منها. الاهلي شغال على لاعب حاليا بيحاول يخلصه، هو جناح وبيجيد كمهاجم الاثنين مع بعض. واحد يقول لي طب ما الناس كده انتوا بتقولوا ان صفقه محمد علي بن رمضان بتقفل. لا، القصه محمد علي بن رمضان الاهلي، وانا هقول لك الخبر ده على مسؤوليتي الشخصيه، الاهلي تلقى خطاب بالفعل من النادي المجري. الخطاب كان فيه جمله واضحه شديده جدا ان احنا لضيق الوقت بنعتذر ليكم على ان احنا نكمل، وممكن في يناير نفتح باب التفاوض مره ثانيه. صحيح ان اللاعب لا يزال رغبته محمد علي بن رمضان يجي النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي شايف ان النادي المجري قفل الملف شويه. محمد علي بن رمضان هتفضل صفقه مطروحه بالنسبه للنادي الاهلي، ممكن يجيبها في اي وقت لحد يوم 25 اكتوبر. لكن اللي احنا اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي الاهلي شغال على لاعب يقال، يعني عشان بس مش عايز اقول الجنسيه الا ما تبقى عندي المعلومه كامله. افريقي؟ عربي افريقي، بس هو يعني ما لحقتش اتحقق من الاسم عشان مش عايز اقول اسم، لكن ان هو بيلعب مهاجم وجناح، الاهلي شغال عليه بيحاول يجيبه. ولو ما جابوش لحد 12 سبتمبر اللي اتقال كده بالنصر، وما جاش لحد 12 سبتمبر مش